12 من إبريل اليوم ال44 للحرب، أمريكا تعلن فشل المفاوضات وترامب بيقول إيران غير مستعدة للتخلي عن حلمها النووي. الرئيس الأمريكي في تخبط غير مسبوق. بالأمس كان يبارك للعالم أن المضيق اقترب من الفتح بعد دخول مدمرة أمريكية غصبا عن إيران والبدء في تطهير المضيق. اليوم يعلن أن المضيق أصبح مغلق نهائيا لأنه قرر حصار المضيق، محدش داخل ولا خارج. وإيران تهدد بمصادرة السفن العالقة في المضيق للحصول على التعويضات. ظهور ميلانيا ترامب المفاجئ فور وقف إطلاق النار وتبرعها من جيفري إبستين يفتح الباب على مصراعيه للسؤال الكبير: هل هدد نتنياهو ترامب بملف إبستين وبميلانيا؟ ده السؤال اللي بتسأله أمريكا وبيسأله العالم. ترامب يؤكد لفوكس نيوز أن إسرائيل وأمريكا أشقاء كما أكد نتنياهو. انقلاب عالمي بالمعنى الحرفي على أمريكا. كندا: لن ندفع سنت واحد للجيش الأمريكي بعد الآن ولن نعتمد على سلاح أمريكي. كندا: الحيطة في الحيط. تحركات أوروبية لإنشاء تحالف عسكري جديد بعيدا عن أمريكا. والصين بتهدد اليابان: لن نسمح أن تكون اليابان إسرائيل آسيا. والسعودية وقطر تنقذان باكستان بعد ضغوط إماراتية باسترجاع ودائعها، عشان باكستان يجب أن تستخدم أراضيها في ضرب إيران. أهلا بكم في معمعة.